مساء الخير أعزائي المستمعين، وحلقة جديدة من برنامجكم فلاش باك. بفكركم معادنا كل اثنين الساعة 8 بتوقيت القاهرة. بطلع معاكم مباشرة في برنامجكم فلاش باك، معاكم مريان فرح. حلقة النهاردة بعنوان بونسوار يا هاني. بس قبل ما أقول لكم وادخل في تفاصيل الحلقة، عايزاكم تتواصلوا معايا على www.egionair.com. حلقة النهاردة بعنوان بونسوار يا هاني. والحقيقة أنا لما جيت أفكر في أنه أطلع أقول إيه النهاردة، فلقيت أنه حقيقي أنا عايزة أطلع أتكلم عن اختلاف ومعاكسات والفرق بين زمان ودلوقتي في نوع المعاكسات. الحقيقة اختلف الموضوع خالص، فحبيته وجيت فكرت ما لقيتش أكتر من مسمى حلقة بونسوار يا هاني. الحقيقة أنه الكاتب الجميل فكري أباظة سنة 1932 كتب مقال بعنوان بونسوار يا هاني. وهنا الناس ابتدت تسأل يعني ايه بونسوار يا هاني، وكانوا فاكرين نوع من المدح او نوع منه بيروي عن فيلم جديد، ولكن الموضوع ما كانش كده خالص. هو الموضوع كان انه في شاب وكان بيقول انه هو شاب صفيق. وانا عايزة اقرأ لكم بالظبط المقال. هو ما كانش يتعدى ال4 سطور، ولكن كان مختصر لدرجة ان في الوقت ده المقال انتشر جدا. كان بيقول ان الشاب الصفيق من هؤلاء يعتمد الوقوف على رصيف الترام بالقرب من المكان المخصص لركوب السيدات، وعندما وجد سيدة واقفة بمفردها بدون سابق انذار قال لها بونسوار يا هاني. وده كان في قمة البجاحة في الوقت ده. هو شايف ان الموضوع ازاي ما يعرفش ويقول لها بونسوار يا هاني. لو حقيقة هنفتكر ونفكر شوية في الزمن زمان انه الكلمة كان ان انت ما تعرفناش وانت بتقول لي كده، فكان الوقت ده لو هي ابتسمت هي قبلت ان هي تتكلم، وده كانت لغة الحوار. ولو رفضت وقالت له يا سم هيعرف ان هي رفضت ان هي تتعرف عليه. الحقيقة هي لما قدمت بلاغ اتقبض عليه. لما نيجي نقارن بين زمان ودلوقتي بنلاقي اختلاف رهيب في زمن المعاكسات، ونلاقي انه الموضوع تطور من بونسوار يا هانم لألفاظ كتير موجودة في الشارع. تعالوا نرجع بالزمن شوية ونشوف ترتيب المعاكسات لغاية زماننا. فنيجي مثلا للفنان الجميل عبد الفتاح في فيلم لو كنت غني، فكلمته المشهورة والجملة المشهورة اللي قعدت فترة تتردد، وان ده من زمن المعاكسات يا صفايح الزبدة السايحة برميل الحاجة النايحة أو الجبنة النايحة. الحقيقة انه هو لما جه قال الجملة دي الناس في الوقت ده ابتدت ترددها لفترة طويلة قوي، وابتدى ده نوع من انواع المعاكسات، انه الشاب او الراجل عايز يبدأ اعجابه فبيستخدم المقولة بتاعة الفنان عبد الفتاح. في زمن المهندس فؤاد المهندس الجميل بعد الثورة، وده كان في الوقت ده ابتدت الستات شوية تتحرر في اللبس نظرا للثورة. ابتدى انه كلمة شهيرة برضو للفنان الجميل فؤاد المهندس: تسمحي لي ابدي اعجابي بفستانك الانيق، او تسمحي لي اقول ان جزمتك الشيك وبوسها اللي يدل على اناقتك وعلى طيبتك. كان نوع رقي شوية في المعاكسة. ونيجي بعد كده نطلع لزمن السبعينات، وكانت الجملة المشهورة قوي في الوقت ده: احسن واحده اللي لابسه جزمه حمراء. وكان في الوقت ده المعاكسات بتيجي في الشارع، فكان كل الستات تبص على الشوز بتاعتها هو مين اللي لابس احمر، وابتدت الموضوع ده يتردد. لكن هنيجي في جيل الثمانينات وبعد كده ابتدت نوع المعاكسات يعني يتغير شويه، لان هو بصراحه جيل الثمانينات وجيل التسعينات ابتدى يعني يأثر في الموضوع شوية، وابتدى يفكر في نوع المعاكسات لدرجة انه دلوقتي مثلا لو دكتور عيون هيقول لك احسن قطرة مثلا، ومعاكسة كده للست انه احلى قطرة هتاخديها. فابتدى كل واحد من خلال كليته يدي نوع من المعاكسة. حقيقي يعني هو كان جيل مبهر، او جيل بيفتكس نوع من المعاكسة. الحقيقة لما بنيجي نتكلم عن كل المعاكسات دي بنلاقي انه الموضوع اختلف تماما. والموضوع بقى انه انا في زمن ما بين انه الست بتحب تتعاكس وتحب تسمع المعاكسة، لزمن الست مش عايزة تتعاكس اصلا، والست عايزة تفضل في حالها. ايه اللي اختلف؟ ولو انا هاجي دلوقتي هقول ايه اللي اختلف في زمن المعاكسات عن دلوقتي، ولو انا هبتدي اقول انه اعمل مقارنة بين ايام زمان وايام دلوقتي، هتكون ايه نوع المقارنة؟ وهل هي تكون مقارنة منصفة؟ مش عارفة الحقيقة، لكن هتكون عاملة ازاي وهتكون بناء عن ايه؟ لو جينا اتكلمنا من افلام اللي هي وضحت انه نوع المعاكسات النوع اللطيف،
وهنيجي نتخيل انه ابتدى دلوقتي السينما توضح الافلام دي، ابتدت افلام توضح زي مثلا مسلسل عمر افندي اللي عمل ضجه الفتره الاخيره، اللي هو رجع بالزمن ل 42 وابتدى ان هو دخل جوه سردال علشان يرجع بالزمن، اعجب بالزمن، فضل طول الوقت هو عايز يعيش في الزمن ده، وبين انه هو عايش حياه مزدوجه ما بين الزمن الحاضر اللي هو عايش فيه والزمن القديم. فنرجع نقول هو الناس دلوقتي لما بتيجي تفكر ليه الناس بترجع للزمن زمان رغم ان احنا دلوقتي يعني ممكن نعمل كده، يعني احنا المفروض في تطور، ليه لما بنيجي الموضوع يكون فيه تطور احنا بنرجع ورا؟ ليه الموضوع بيختلف رغم انه احنا دلوقتي لما بيجي اي مسلسل، بيجي اي فيلم يتكلم عن حاجات زمان او مسلسلات زمان زي مثلا جراند اوتيل بنتفرج عليه وبيعمل اعلى نسبة مشاهدة، فنيجي نفكر كده انه طب ما زمان كانت عندهم ضغوط وزمان كان عندهم برضو احتياجات وما كانتش كل حاجة متوفرة، مع العلم ان احنا دلوقتي السوشيال ميديا بقت كل حاجة سهلة، دلوقتي سهلة قوي ان انت تعبر عن حبك بSMS بسيط، ولو الانسان اتلغى من حياتك بتعمل له بلوك بمنتهى السهولة وكأنه شيء لم يكن، مفيش تعب ومفيش مجهود في العلاقة. زمان كنت تقعد هو في جواب بيتبعت وفي انه بينزل يبعته وفي انه ورد بيجيبه وفرق ورد بيديه، دلوقتي الحياة مع التطور الجميل وتطور انه انا مش ضد التطور بس التطور موجود، ما بقاش الموضوع بقى سهل العلاقة تنتهي وسهل نتكلم وسهل مفيش اي حاجة. زمان على قد ما كانش فيه التطور ده كله بس كان بيبقى فيه مجهود في العلاقة. الحقيقة أنا لو خدت مقارنة خايفة أن أنا أظلم الزمن ده وخايفة أن أنا أكون مش شايفة كل المميزات، بس أنا هستنى الSMS بتاعتكم على الهوا تقولوا لي هل في عدل ان احنا نقارن اصلا؟ هل في عدل ان احنا نقول ايه الفرق بين زمان ودلوقتي؟ انا بشوف انه لما برجع لافلام زمان انا بحب الجو بتاع زمان، اللبس، طريقة الكلام، انه مثلا لما باجي اسأل على حاجة في الشارع زمان فتلاقي حد بيرد عليك انا متشكر جدا، من فضلك ممكن تقولي، دي بتبقى صيغة نهارك سعيد، صباحك شريف، يعني دي لغة بتبقى بسيطة وفي نفس الوقت يعني بتخلي الناس كده حلوة. انت دلوقتي بتنزل للشارع الناس كلها متضايقة، حتى لو انت نازل مبسوط بس مكشر، لما بتبص تلاقي حد مكشر. هي ممكن يكون رتم الحياة سريع أنا عارفة، لكن ليه اختلفت ذكريات زمان؟ أنا عايزاكم تقولوا لي في الSMS بتاعتكم وفي مكالماتكم التليفونية اللي أنا هستناها على الهوا إيه الفرق؟ إيه اللي وصلنا للمرحلة دي؟ هل إحنا بنتطور زي ما بنتطور في السوشيال ميديا وزي ما بنتطور في التكنولوجيا، كمان بنتطور في أسلوبنا مع بعض، في طريقتنا مع بعض، في طريقة الحوار مع بعض بتكون عاملة إزاي؟ هل أنا بربي عيالي إنه ده يكون أسلوبهم، هي دي تكون طريقتهم، ولا الموضوع بيقتصر إنه أنا بربي بس في المدرسة وفي المدرسة هي اللي بتعمل كل حاجة؟ كدورك كأم كنتي بتحبي تسمعي المعاكسة اللطيفة دي، هل أنتي بتشجعي عيالك بالموضوع ده؟ حقيقة لفت نظري الأسبوع اللي فات وأنا برا في الشارع إنه أطفال بيجروا ورا بعض، وفي الأسف وهم بيلعبوا مع بعض الألفاظ اللي بيقولوها مش أحسن حاجة. هل في الوقت ده أنا نفسي حصل لي انفصام في الشخصية، اللي هو أنت طفل بتجري ورا صاحبك، يعني أنتم ما تعدش السن الإعدادي كمان، وألاقي إنه الألفاظ مش سنهم. فهل احنا وصل بينا الحال إنه أنا شايفة طفل بيلعب، من وجهة نظري هو طفل، بس الموضوع خارج انه الفاظ ما كانتش كطفل يقولها. فين دور الاب والام هنا؟ فين دور التربيه؟ فين دور الناس اللي حوالينا؟ يعني انا استنى انه حد يقول له عيب يا بابا اللي بتقوله، او دور الام ان هي تعاقب. الموضوع كبير بس انا مش عارفه الموضوع وصل بينا تطور ازاي. يعني انا بيجي وقت ان انا بتوه في حلقه النهارده ان هو ازاي احنا وصلنا كده ليه اصلا. يعني المفروض ان مع التطور زي ما قلت من شويه انه احنا مع التطور بنتطور في لغه الحوار مع بعض، بما ان كل حاجه بقت سهله، فليه كل حاجه بقت اسهل في ان احنا نسيب بعض ببلوك، بنمسح مسج، بانفريند. الموضوع بقى على السوشيال ميديا اللي هو ما بقتش صديقي فامشي، ما بقتش معايا فخلاص. زمان كان في مجهود. هنيجي نتكلم طبعا عن نسبة الطلاق اللي هو الفترة دي أكتر بكتير قوي عن زمان، لأنه أنا زمان كنت حاسة إنه بيتعبوا في العلاقة، بيتعبوا عشان المجهود ده.
هرجع تاني لموضوع انه طريقة الحوار وطريقة الألفاظ وطريقة المعاكسات. ولما جيت اتكلمت عن الزمن الجميل، في فرق كبير قوي بين زمن المعاكسة وطريقة المعاكسة عن طريقة المعاكسة دلوقتي. فدلوقتي أنا مش عارفة يعني وانا لما باجي اقعد افكر كده اللي هو المعاكسة مفروض بتتطور ولا بترجع ورا، ولا احنا مفروض ان احنا بناخد من الزمن القديم؟ طب ما سألتش نفسك سؤال ليه الزمن القديم بيأثر فينا لغاية دلوقتي؟ ما جيتش في وقت كده تحس انه الزمن ده هو مسيطر علينا؟ انا عايزه اكمل معاكم، بس هنطلع فاصل عشان اقرا معاكم SMS اللي جايه، ومع اغنيه من الافلام الجميله او المسلسلات الجميله اللي حصلت الفتره دي. عمر افندي، فنان الجميل احمد حاتم، وآية سماحه. من هنا بشكركم وبقول لكم عمل رائع، حقق حقيقي نجاح جميل واسعدنا، فحقيقي شكرا. فاصل ونرجع. ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في برنامجكم فلاش باك مع مريان فرح. الحقيقه انه في حاجه كمان كانت في فيلم اشاعه حب، كان يعني كانت مقوله كده جميله لذيذه اتقالت: سبحان من ابدع وصور. ده كان لغه من لغات برضو المعاكسه الجميله اللي هي كانت مختلفه وفعلا انتشرت قوي في الفتره دي. فبيقول لها انه انا شفت حضرتك واظن لما خدتي ملكه جمال في راس البر. ودي كانت معاكسه جميله كان عمر الشريف عايز يقولها لسعاد حسني عشان يلفت نظرها. يعني انا كنت شايفه ان هم لما بييجوا حتى يعكسوا كان بيبقى فيه نوع من المجهود نفسه، ما كانش فيه استسهال ان هو يعكسها فيضايقها. فكانت زمان الست تحب تسمع المعاكسه وتحب تسمع ان هي احسن واحده وان هي لبسها شيك وان هي تفاصيل شوزتها وتفاصيل فستانها جميل. دلوقتي الموضوع المعاكسه اختلف شويه، بقى تحس انه الموضوع مش احسن حاجه الست عايزه تسمع. الحقيقه انه في SMS بيقول للاسف احنا مش محظوظين لاننا ما عشناش ايام الاخلاق دي والاحترام ده. بونسوار يا هانم، احنا ليه ما كناش موجودين ايامها؟ SMS تاني بيقول ده هيبقى انسان راقي قوي عندنا حضرتك، انتوا فاهمين غلط. ده حقيقي، احنا لما كان يتقال لنا بونسوار هانم ده منتهى الرقي وزمن كده جميل. SMS تاني بيقول بالرغم ان البنات وقتها كانت بتلبس براحتها لكن ما كانش فيه معاكسة ولا تحرش ولا شباب، وشباب كانت فيه تربية اكبر واكتر من كده. وده دليل ان اللبس ما كانش هو سبب المعاكسة ولا سبب انه يحترم الشاب البنت اللي لابسة. فكانت المعاكسة من نوع انه الاعجاب. انا معاكي في ده فعلا. لسه في ناس لطيفة برضو، كل واحد عايز يعدي لسه في ناس لطيفة برضو. كان واحد عايز يعدي قال لي خدي بالك، خدي جنبي يا مزموزيل. هي اتعكست، فهي ده يعني نوع من المعاكسة اللي هي تعرضت له. ده موجود، يعني مش هننكر ده انه ده برضو من المعاكسات اللي احنا بنواجهها دلوقتي. في اكيد معاكسات تانية لسه يعني انتوا تعرضتوا ليها كبنات، ممكن تقول لنا. بس انا عايزه برضو اسال الشباب ايه وجهه نظرك ان انت بتعاكس؟ يعني انت مثلا لما بتيجي تعاكسها ايه اللي بيجي في، يعني هل انت بتعاكسها عشان تضايقها فعلا، ولا انت بيبقى نوع من اللي هو معاكسه انا سمعتها كتير في جيلي وخلاص انا ده هو الموضوع، انا بعاكس هو ده اللي انا سمعته؟ طب برضو احنا قبل ما نطلع فاصل كنت بتكلم معاكم في حته انه الزمن الجميل بيأثر معانا لغايه دلوقتي، مع العلم انه احنا الزمن اللي احنا فيه تطور اكتر، فما بيجيش انه يأثر فينا. يعني اي حاجه بتطلع معاكسات او اي كلمه بتطلع بتاخد وقتها وبتختفي تاني. لكن زمان في المعاكسات وزمن زمان في الافلام لغايه دلوقتي بنجري عليه ومحفور في اذهاننا ومحفور كل معاكسه في دماغنا. ده دليل ان هم اثروا فينا واحنا مش عارفين نأثر في ده. بس خدت بالي ان السينما المصريه حاليا ابتدت تحاول ان هي تعمل ده وابتدت توازي الموضوع ده بدليل المسلسلات والافلام اللي ابتدت تعملها علشان خاطر تأثر علينا وتأثر انه ده موجود. يعني اللي هو ابتدت السينما احنا موجودين وفي زمن حلو جاي، وفي انه نخلق الموضوع ونخلق طريق تاني غير اللي احنا فيه. ده انا شايفاه مجهود حلو قوي. طيب دورك انت كايه، او دورك انت تعمل ايه لو انت محطوط في انه انت رب اسره او انت ربة اسره ربة بيت؟ هتعملي ايه؟ انت هتحركي عيالك لكده وهتحركي اولادك لكده وهتحرك انت كأب لكده. يعني انت يعني مش عايزه اقول ان انت تنجرف مع الريح اللي هو توصل لمرحله عادي مش فارق، يعني خلاص العيال يقولوا زي ما بيقولوا.
لو كل واحد بدأ بنفسه وبدأ بالطريقة ان احنا بنقتبس حاجات من زمان، الموضوع هيختلف تماما، والموضوع مش هيبقى مقتصر بس انه الحياة انا مش فاضي، انا سريع. دي مش كلمة روشة. الحقيقة لما بنيجي نبص الموضوع تاني، وهي طريقة الشاب او شابة مع باباها ومامتها في البيت، حتى لغة الحوار. كان مثلا زمان يجي عشان اتكلم مع بابا، من فضلك ممكن تسمعني، من فضلك ممكن تتكلم دلوقتي، بص يا بابا بص. يعني حتى طريقة النقاش ما بقتش احسن حاجة. مفيش كلمة شكرا، يعني كلمة شكرا دي ما بتتقالش تقريبا، يعني خلاص هو بتحس انه ده انت مجبور او واجب عليك. برضو في مفاهيم كتيرة راحت من عندنا، اللي هو طريقة الحوار حتى في البيت، مش بس كمعاكسة، مش طريقة نقاش حتى بره، كجوه البيت. الحقيقة انه انا لما جيت النهاردة بحضر لحلقة النهاردة، قصص كتير قوي قدامي، وقصص كتيرة في الحياة، وقصص كتير عايزة اتكلم فيها. بس انا عايزة اسمعكم انتوا اكتر، ايه المواقف اللي انتوا بتتعرضوا ليها هي بتبقى يعني في دماغكم كده، يعني ما بتروحش من اذهانكم. لما بتيجي مثلا انتي نفسك بتقولي انه انا عايزه ارجع بالزمن القديم ده، طب انتي بتعملي ايه عشان ترجعي للزمن القديم؟ او انتي يعني انتي بتكوني مؤثره في ايه علشان تقولي برجع بالزمن القديم؟ هل انت بدأتي فعلا بنفسك، او انت بدأت فعلا بنفسك ان انت بترجع، او انت بتعمل حاجة مفيدة، او انت اللي هو انا مش هبقى زي اصحابي؟ يعني انت ممكن، هل انت من النوع اللي هو لو صاحبك قالك حاجة مش لطيفة ممكن انت بتوقفه وبتقول له لا انا مش عايز اسمع كده، وخصوصا انه في اطفال؟ هاي انه كان في مشهد مرة قدامي انه احنا في كافيه عادي، والاب عادي بيغلط قدام اولاده، فهل ده الطبيعي؟ يعني هو ده المجمل العام، انه هو دي التربية اللي جاية؟ الحقيقة انه انا ما بشوفش المدرسة بس ليها دور، لكن كمان الاب والام ليهم الدور الاكبر. فلما باجي اتكلم عن الزمن الجميل وزمن المعاكسات، وبرجع انا نفسي فلاش باك بقول انا يا ريتني كنت في الزمن ده. بس هل انا برجع بالزمن القديم وانا فعلا بعمل بالزمن القديم؟ على قد ما بقدر اكيد بحاول ان انا ما ببقاش اجرف مع الناس، وما اجرفش في اي فعل لو اللي هو انا ماشي وخلاص. لازم هيكون عندك مبدأ، ولازم هتكون عندك طريقة في النقاش وطريقة في الحوار، ابدأ انت بيها. لما كل حد هيبدأ بنفسه هنلاقي الموضوع اختلف. عشان كده لما بيجي اي مسلسل او اي فيلم بيتكلم عن حاجات زمان او تفاصيل زمان او طريقة زمان، تلاقي كلنا منصتين، كلنا مستمتعين، بياخد اعلى نسبة مشاهدة. ده اللي دليل انه ان احنا مشتاقين لحاجة زي كده. فاذا احنا بنبص ده واحنا نفسنا عارفين الاختلاف ده، فلما بنيجي نعرف الاختلاف ما بنبدأش بقى ليه. يعني بيجي لنا وقت كده نحس ان احنا لا، اصل زمان دي مش كول خالص ان انا اقولها. كان زمان مثلا انه لما يجي حد يجي يوقف حد في الشارع، هو بيبقى ممتن، فبيقول له انا ممنون جدا ليك، وممنون جدا ليك انك انت ساعدتني. بتبقى الفاظ لذيذه جميله بتشجع الواحد انه يبقى حتى روحه مبتسمه، وان هو يقدر يساعد اكتر. دلوقتي انت من غير ما حد بيساعدك ممكن تيجي تكلم حد ما حدش بيرد عليك اصلا، ولو جه حد ساعدك هو قال لك ايه؟ طب هو قال لك فين؟ طب يعني تحس ان في حد بيتوهك، ما بتتقالش برضو كلمة شكرا. فالموضوع بيجي يوصل كده الحالة من النوع اللي هو انا فين، انا واقف فين. بس انا شايفة انه لما تسمحوا لي اقول رأيي، يعني انا شايفة انه الموضوع لما بتيجي انت تتكلم كده عن حياتك، او تيجي تتكلم عن تربيتك وتصرفاتك، انت اكيد هتكون مؤثر. فلو كل حد بقى مؤثر فالموضوع هيبقى مختلف تماما. يعني لما باجي اتكلم في موضوع المعاكسات ده، انا بشوف ان كل معاكسه كانت بكل مجهود، لكن دلوقتي الموضوع بقى سهل جدا جدا جدا، والموضوع مش مختلف ولا حاجه. هو الموضوع فكره انه انا مش هبقى ماشي مع التراك، مش هبقى ماشي مع الدنيا، مش هبقى ماشي مع الموضوع ابتدى ياخدها لا اصل اصحابي هيتريقوا عليا، اصل انا من الجيل القديم. يعني حتى لما بيبقى في حد عايز يشجع وحد عايز يبقى مختلف، ما بيعرفش يبقى مختلف من الناس اللي حواليه. يا اما هم الناس اللي حواليه بيأثروا عليه، فبالتالي لا اصل اصحابي هيتريقوا عليا، يا اما اللي هو لا انا مش هعمل كده، مش هقول كده، انا مش تبع ده، انا ما اقدرش اقول كده. فانت انهي نوع بقى منهم؟ يعني انت بتعمل ايه؟ بتواكب ده ازاي؟ انا لو جيت اختلفت معاك، انت هتختلف معايا هتبقى ايه؟ بتحترم رأيي، ولا انت بتبقى جاي وبتكلم معايا فاللي هو انا
هقاطع رأيك وأنا مش مع رأيك. وحتى طريقة المقاطعة أو طريقة الرأي إنه هي تتقلب ما بتبقاش لطيفة وبتقلب مثلا لخناقة. طريقة الحوار بتبقى ماشية إزاي؟ الموضوع مش مقتصر على زمان في معاكسة وزمن دلوقتي، هو يعني مقتصر على طريقة حوار كبيرة. طريقة الحوار دي بتبقى بدايتها ايه ونهايتها ازاي. فموضوع اختلافات كتير وتفاصيل كتيرة قوي، وفيها انه البنت ابتدت تحس انه انا بنزل اتضايق في الشارع حتى لو لابسة احسن حاجة، بس انا بنزل اتضايق. طب هي وصل بيها الحال لكده. طب هي بتيجي تقارن زمان، تقول انا زمان كانوا بيلبسوا براحتهم، وتيجي تقعد مع تيتها هي عايزه تسمع كان بيحصل ايه زمان، فتقول يا لو انا عايشه في الزمن ده، يا لو انا كنت بلبس كده وبنزل براحتي. فمش عارفه التفاصيل دي هنعملها ازاي او نقارن ازاي. انا برضو لسه SMS ابتدت تيجي حاجات كتير قوي عايزه اقراها. هنطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل تاني في برنامجكم في الاشباك مع مريم فرح. رجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في برنامجكم فلاش باك، ومعانا اتصال تليفوني. الو مساء الخير. مساء الخير يا شريف، اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. انا متابع البرنامج وبتابع من اول الحلقه والكلام اللي انت قلتيه، وعجبني جدا في الفقره الثانيه موضوع ان حتى الحوار ما بين الاهل والاب واولاده. ده حقيقي. النقطة اللي أنا شايف اللي إحنا حابب اللي أنا أتكلم عنها، إن سبب من الأسباب الرئيسية إن الأخلاق اتغيرت هو عدم وجود قدوة. يعني زمان كان الناس قدوتها كانت بس ما كانش فيه حاجة اسمها السوشيال ميديا، كان القدوة بتاعتها التلفزيون والسينما بشكل أكثر. كنا لازم نشوف البطل بيطلع، لازم حتى لو مش كان غني، كان بطل فقير بس كان لازم يلبس قميص زرايره مقفولة، القميص جوه البنطلون لازم يكون شكله مهندم، طبعا، والشعر متسرح وكل حاجة مظبوطة. البنت نفس الكلام، كان الشياكة والأناقة في اللبس كانت في جميع الوسط الاجتماعي، سواء الناس الغنية أو الناس الفقيرة. طريقة الحوار اللي كنا بنشوفه في التلفزيون وفي الفيلم والسينما زمان مش زي دلوقتي خالص. وده أنا كرأيي الشخصي أنا مختلف مع الناس اللي بتقول إن السينما هي بتعكس اللي موجود على الواقع. لا، السينما والفن عموما الوظيفة بتاعته الأساسية إن هي بتخلي الشعب بتعلي من وجدانه وبتسمو بفكره. هي دي احنا اللي بنعلم الناس. ما هي دي، انا هقطع كلامك، هي دي الحته اللي كنت بتكلم فيها، انه ليه افلام او مسلسلات زمان لما بتيجي تظهر دلوقتي في الجيل الالفينات بتاثر اكتر وبتعمل اعلى نسبه مشاهده عن الافلام العاديه. دليل ان احنا مشتاقين للناس زمان وطريقه زمان وحوار زمان، فبيأثر فينا. احنا بجد دلوقتي مأثر فينا حاجات زمان، ليه دلوقتي ما بيأثرش فينا اللي بيطلع دلوقتي؟ بس الكلام بتاع حضرتك ده بيأثر في الجيل اللي هو اوريدي عنده وعي. لكن انا بتكلم على الاطفال الصغيرين، الناس اللي احنا لسه بنكون الوعي بتاعها. حضرتك كنت بتقولي لسه بتشوفي اطفال في اقل من سن اعدادي وبيقولوا الفاظ وبيقولوا كلمات غريبة جدا على سنهم. ده حقيقي. ده السن اللي بيتكون الوعي بتاعه، ده اكتر سن هو اللي بيشوف التلفزيون وبيتفرج على السينما. لما انا يخليهم يشوفوا افلام الالفاظ اللي فيه كان صعبة جدا. زمان احنا اتربينا بنقول لو سمعنا شتيمة او سمعنا كلمة كنت بتقولي له الام او الاب، تقول له انت بتسمع الكلام زي ده في التلفزيون؟ الكلام ده ما بيطلعش في التلفزيون فانت ما ينفعش تقوله. دلوقتي بقينا نخاف على اطفالنا ان هم يتفرجوا على التلفزيون وعلى شاشات السينما بسبب الالفاظ والكلام الصعب اللي بيطلع فيه والايحاءات الكتير. ثانيا احنا بنشوف دلوقتي البطل بيطالع قميصه مقطع بيتخانق في الشارع، خلاص كل ويقال ان ده الموضة، ويتبع الاطفال انا عايز اطلع زي البطل بتاعي. لكن احنا المفروض نرجع تاني الدولة. انا مشجع جدا لعودة الدولة للدخول الانتاج السينمائي تاني، وتبتدي هي تنتج الافلام علشان يعني نرتقي بالفن. زمان
في مصر في الخمسينات وبعد الثورة، وعلشان نشجع الشباب ان هم يلتحقوا بالجيش ونلتحق بالجيش، القوات المسلحة عملت سلسلة افلام اسماعيل ياسين. كانت كل الناس، كان كل ذراع عسكري في الجيش كان اسماعيل ياسين بيمثل فيلم ليه. طلع الشباب وطلع الاطفال عايزين يخش الجيش، عايزين زي نبقى البطل بتاعنا، عايزين نحافظ على مصر. دلوقتي الشؤون المعنويه ابتدت ترجع تاني تهتم بالنقطه دي، ابتدت تعمل الافلام على خاطر موضوع البطولات اللي قام بيها الجيش، اللي الشباب هنا دلوقتي مش حاسين بيها ومش عارفين بالتضحيات اللي قدمها الجيش. لما يخش بقى نرجع تاني نفعل جهاز السينما في مصر، وشركات الانتاج الحكوميه ترجع تاني نعمل افلام ترتقي بالشعب، ترتقي بالفئه الصغيره، الناس اللي في ابتدائي واعدادي، وبرامج تخاطب الفئه دي. نرتقي ازاي اللي احنا ننزل بهدومنا مرتبه، ازاي اللي احنا التعامل يبقى فيه لياقه، ما يبقاش فيه الفاظ صعبه. ده هدف مهم جدا من اهداف السينما والتلفزيون. السينما والتلفزيون جزء من اهدافها ان هي تقدم متعه، بس تبقى متعه ايجابيه، زي ما الاستاذ الكبير محمد صبحي لما قال لك انا عايز اعمل مسرح هادف. ده حقيقي. بنضحك وبنستمتع، بس في قصه، يبقى الفن ليه مضمون. نرجع تاني نعمل مثل اعلى لاولادنا، نرجع نرتقي بالكلام ده نرجع في المدارس، أسرة وأم طبعا يعني خلينا واقعيين دلوقتي ان الاب والام مش موجودين مع الاولاد على طول، كله في الشغل. نرجع الفتره اللي موجود فيها الاطفال اللي كل تعاملهم دلوقتي مع السوشيال ميديا والريلز، وكل حد يطلع فيلم ريلز صغير على التيك توك او الحاجات دي، بقت الحاجات دي صعبه. لكن لما يبقى في على الاقل بند السينما، بند التلفزيون، بند البرامج اللي حتى في جزء منها دلوقتي بقت بتتذاع اونلاين، بقت في برامج كتيره جدا فهمت دلوقتي وعارفين انتاج اللي انا مش بس التلفزيون لازم اذيع الاونلاين. زي احنا دلوقتي المحطه اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي عارفه ان المستقبل للاونلاين، علشان انا مش دايما هبقى متواجد في بيتي او هتواجد في مكان يبقى معايا فيه راديو، لكن كل الناس دلوقتي بقى معاها موبايل او لابتوب في اي وقت. فالاهداف دي ان انا اقدر استخدم السوشيال ميديا بالطريقه الايجابيه، اللي انا اعمل قدوه او اشرح للسن اعدادي وابتدائي بالذات، اللي هو خلاص لسه وعيه بيتم تنميته، لسه بيستوعب وبيتكون فكره. يا جماعه احنا طريقنا كده والمفروض الناس تتعامل كده. ساعتها هو عايز يبقى زي القدوه بتاعته. لو حسنا مستوى القدوه نقدر نرجع تاني لاخلاق زمان. ده حقيقي. انا بشكرك جدا. كان مشاركتي ببساطه، وانا مبسوط جدا بالبرنامج وفكرته، وارجو ان نكون ما طولتش على حضرتك. لا خالص، شكرا، بشكرك جدا لاتصالك، وان شاء الله تتواصل معنا في الحلقات اللي جايه ان شاء الله. اكيد شكرا. ميرسي جدا، شكرا. الحقيقة ان هو تناول كذا حاجة مهمة جدا. يعني مثلا فكرني بفيلم زي فيلم ابن حميدو، وكانت صلاة النبي احسن، وفي الوقت ده كان الموضوع ده انتشرت قوي، المعاكسة دي. اتكلمنا على حتة انه التربية ودور الاب والام، وده كان برضو حاجة مهمة جدا، انه حتى طريقة اللبس اللي اختلفت تماما زمان عن دلوقتي. كان الموضوع يعني في تحس فيه احنا في جيل وده الجيل. لما بتيجي تقعد وتسأل شباب وشابات انتوا نفسكم في ايه، فتلاقي نفسك بتقول انا عايزه ارجع الزمن بتاع زمان. وده دليل انه زمن زمان مأثر فينا قوي، ومعانا اللي هو يعني عامل روح كده، اللي هو احنا في الجيل ده، انا عايز افضل في الجيل ده، مش عايز اطلع من الجيل ده. هو ده اللي احنا بنطالب بيه، ان انت تبقى في الجيل ده انت لازم تكون حاجه مؤثره. انا بفرح جدا لما بلاقي فلونسر بيبقوا من النوع اللي هم فلونسر مؤثرين. ده حقيقي، انا من نوع من الفلونسر مؤثر، اللي هو انا مش بطلع بقول اي كلام. وده ابتدى انه يحقق على الناس ان هم ابتدوا يتابعوا، وابتدوا هم يعني يعرفوا. لان انا خدت بالي انه جه وقت كده انا بتابع في الانفلونسر الفلاني، فانا بقيت بقلده في لبسه، في طريقة كلامه، في طريقة حديثه مع اصحابه. ممكن يكون ساعتها الشاب ده ما تعداش 17-16 سنة وبيقلد. ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في برنامجكم فلاش باك. اهلا بيك يا سارة. الو.
الو، ازيك يا مريان؟ عامله ايه؟ تمام، ازيك يا ساره؟ عامله ايه؟ الحمد لله، انا مبسوطه قوي بالبرنامج وحلقاته ممتعه جدا صراحه. ومبسوطه اكتر انه بيقعد يحكي عن حاجات زمان مختلفه عن دلوقتي، فحلقات جميله قوي. شكرا، ميرسي جدا. احنا النهارده كنا نتكلم عن زمن المعاكسات، ولو قارنا بزمن المعاكسات هتوصلنا لغايه فين، وهتكون ايه نوع المقارنه وشكلها عامل ازاي. فانت شايفه ايه الفرق بين زمان ودلوقتي في نوع المعاكسه؟ يعني ايه اللي اختلف فينا؟ ما احنا نفس الاشخاص طالعين من نفس تقريبا البيئه. يعني اللي كان جيل الثمانينات ما هو، او جيل السبعينات ما هو جيل اجدادنا اللي هم ربونا برضو. فايه المختلف في الموضوع؟ المختلف ممكن تبقى دلوقتي البيئه اللي حوالينا اتغيرت، بقى في السوشيال ميديا مبوظه كل حاجه. الناس دلوقتي بقى بتقلد بعض، كل واحد بيدخل على السوشيال ميديا فبياخد حاجات مش احسن حاجه. كان زمان كان في رقي جدا في التعامل، كان في لما حد ولد يعني يعاكس بنت يقولها ايش هيك دي، شكلك حلو قوي النهارده. زي ما في قلت مجهود في المعاكسه، مجهود في التعبير عن حب طبعا، وفي نقاء وفي محبة حقيقية. دلوقتي لا، الولد بيقول ألفاظ مش كويسة خالص في المعاكسة. انت كبنت بتستفزي وتتضايقي؟ طبعا انا باخد بالي جدا بقى وانا نازله، مش زي زمان. طبعا زمان كانت لا، في رقيه جدا، والبنت ما بتبقاش قلقانه من الولد وكان حتى الاولاد بتبص بنظره كويسه. دلوقتي ما فيش حتى تحسي وانت كمان بتتعكسي، انتوا في حد في الشارع هيقف يبقى معاكي. انت ممكن دلوقتي تتعكسي، وممكن في ناس كتيره تعمل نفسها مش واخده بالها. فعلا زمان كان تلاقي لا، ان الولد الرجاله مسؤوله كده وخافوا قوي على البنات وبيبقى عايزين يحافظوا عليهم. لكن دلوقتي لا، انت ممكن حد يعكسك وتلاقي واحد تاني بيعكسك برضه، محدش بيجي يحافظ عليكي قوي او كده. وزي ما قلتي كمان كان في رقي في الكلام، يعني تلاقي دايما اي بنت معديه بنسوار دايما يقولها يا هانم. انا خدت بالي من كلمه بونسوار يا هانم في الوقت ده، عامله ضجه كبيره قوي، اللي هو الموضوع مختلف. ايوه، كان واحد نفسه يعيش في زمان بصراحه. طب حلو قوي ان احنا كجيل اهو متاثرين بجيل زمان، بس يعني الاختلاف اللي هو تحس احنا في اختلاف كده، مش عارفين احنا جاي منين. يعني هو اختلاف، احنا كلنا عايزين نرجع جيل زمان، بس احنا ما بنبتديش بده. فهو ده اللي كنت بتكلم فيه، انه احنا نبتدي احنا بنفسنا، ونبتدي احنا نكون احنا اللي بنبتدي. كل واحد ايوه ده حقيقي. اكيد في ناس لغايه دلوقتي يعني برضو لا، في ناس اكيد طريقتهم كويسه جدا ورقيين وبيحافظوا قوي على البنات. ده اكيد كويس يعني، مش كله كده بس. طبعا زمان كان اكتر بكتير، يعني ما كانش في الالفاظ الوحشه او النظرات الوحشه او كده. انا بشكرك جدا يا ساره على مكالمتك ومداخلتك. ميرسي جدا، اشتركت معاكي. شكرا خالص. شكرا، هنتظرك في باقي الحلقات ان شاء الله. ميرسي، شكرا جدا. هو الحقيقة جيل الاختلاف مش انه اختلاف سوشيال ميديا بس او اختلاف جيل، هو الاختلاف اختلاف شخصي، واختلاف نوع تربية ونوع نشأة، او نوع انت بتمشي في انهي اتجاه. هل انت مع او مع ضد الناس اللي هي انا مش همشي تبع اي حاجة بشوفها على السوشيال ميديا او اي حاجة بتتقالي؟ هل انا هيبقى عندي مبدأ ولا لا؟ عشان كده في برنامج فلاش باك بنحاول نرجع دايما بذكرياتنا زمان، بأحسن حاجة زمان، وبنطلع منها أحلى حاجة علشان نقتبس بيها ونكون دايما مختلفين، ودايما يكون حاجة عندنا وعي. برنامجنا وفي برامج كتير زي مسلسلات كتير وأفلام كتير برضو ماشيين على نفس النهج ده، ماشيين إن احنا بنفكر الناس بذكريات زمان وأحلام زمان وتفاصيل زمان وطريقة الكلام وطريقة المعاكسة، كل ما هو زمان، علشان نحاول نكون نوع من المؤثرين اللي بنأثر بشكل إيجابي، لكن مش بأثر بشكل إنه أنا بضايق اللي قدامي أو إن أنا بكون مش بقدم حاجة. وده الفرق بين الناس اللي بتطلع في ثواني زي ما بيقولوا، بتختفي بسرعة. مع ذلك زمان لغاية دلوقتي مؤثرين فينا، ولغاية دلوقتي المعاكسات وطريقة الكلام وطريقة اللبس وطريقة الأفلام وطريقة العرض، مع ان ما كانش فيه تقدم، بس يعني التقدم بس احنا بنحب زمان وبنحب نرجع بالجيل ده. عشان كده احنا بنحاول من هنا برنامجنا نأثر على ده، ونكون بنبرز كل المواقف دي اللي هي بتكون لطيفة، ونفكر الناس بأحلى أوقات زمان، والحياة كانت ماشية ازاي، وانت يعني عايش ازاي في ده.
هو احنا جزء، بس احنا مش كل اللي حوالينا كده، مش كل اللي حوالينا هيتأثروا بكده، بس هنبتدي على الأقل بنفسنا، وهنكون احنا ابتدينا من هنا من برنامجنا ان احنا بنبتدي بعيلتنا الصغيرة اللي بتسمعنا دلوقتي واللي بعتت لنا الSMS. احنا بنبتدي بنفسنا، فكل شوية كل شوية لما بنبتدي نتكلم في الموضوع ده احنا بنكبر، والموضوع بيبتدي الناس تسمع. وناس كتير اكيد ما كلمتناش وما بعتتش، بس هي ماشيه بنفس المبدأ ده، وانا عارفه انه في ناس بتشوفني دلوقتي هي بالعكس هي مش مختلفه معانا في ده، بالعكس هي ماشيه معانا في ده، وليها وجهة نظر، وليها انه انا فعلا انا ماشي بنفس النهج ده وماشي مع اولادي بالطريقه دي. انا يعني مبسوطه قوي بالSMS الكتيره اللي جت على الهوا، ومبسوطه بالمداخلات اللي جت. بشكركم حقيقي، وبشكركم على المتابعات، وبشكركم على الكومنتات اللي انا بقراها بعد الحلقه، لان انا مش بلحق اقرا كل حاجه. قد ايه مشجعه، وقد ايه بتفرحني، وقد ايه انتوا بتشجعوني ان انا ابرز او اكون بتقدم لاكتر حاجات حلوه زمان برجع بيها فلاش باك انا نفسي بأثر بيها. يعني انا لما باجي اطلع اقول حاجه بلاقي نفسي انا اتأثرت بيها، بلاقي نفسي انه انا ابتديت اللي هو انا عايزه ابقى زي زمان، عايزه اتكلم بالطريقه المعينه، عايزه اعيش ذكريات زمان. فالموضوع بيبقى بيأثر، يعني بيأثر عليا انا نفسيا، او بيأثر عليا انا كشخص. فتخيلوا انتوا لما تبقوا انتوا بتسمعوا حاجه زي كده. علشان كده كل الناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي اتمنى ان انتوا تكونوا بتشيروا الحلقه دي، وتكونوا تتفرجوا عليها، وتكونوا بتسمعوها لاولادكم، وتكونوا دايما بتسمعوا اولادكم الحاجات الهادفه، الحاجات اللي هي تقدمهم مش ترجعش بيهم لورا. لما جيت اتكلمت في اول حلقه عن بونسوار يا هانم والمعاكسات والطريقه دي، ناس كتيره كانت مستغربه، وناس كتيره بعتت لي على الهوا بتقول لي انه ده حاجات جديده قوي، حاجات مختلفه، وكاني بتكلم عن متحف للذكريات. هو انا معاكم ان هو متحف للذكريات، علشان حاجات يعني الله، يعني يا ريت احنا كنا نسمع، او يا ريت احنا نتعاكس بالطريقه دي. بس ممكن نبدأ، ممكن ان احنا مش هنتكلم بنفس كده الكلام، يمكن تخاف الناس تتريق عليك، بس على الأقل خالص هتبقى ماشي بأسلوب انه في رقي، في شكرا، في العفو، في انه من فضلك ساعدني، انا ممنون لك، انا ممنون، انا شكرا، انا يعني الكلمات اللطيفة دي اللي هو مش يا عم كبر، ويا عم مش يعني حتى لغة الحوار بين الأب والابن. اصلي يتقال انا بصاحب ابني، صاحب ابنك وكل حاجة، بس اكيد في حدود، يعني في طريقة، حتى طريقة النقاش وطريقة انك تتواصل مع ابنك، يعني صاحبه بس مش بالطريقة دي، لان هما كانوا زمان بيعملوا كده برضو، وفي الاسف يعني ما كانش بيحصل اي حاجة من دلوقتي، يعني كانت الدنيا ماشية كويس قوي. لكن احنا دلوقتي مختلفين تماما، بنلاقي في اختلاف تماما عن دلوقتي. انت بتشوف الاب بيطلع مع ابنه مثلا لايف، وممكن يقدموا اي حاجة مش هادفة خالص، لمجرد انه في مشاهدات، لمجرد ان في فلوس، لكن بننسى عاداتنا، وبننسى تقاليدنا، وبننسى المبادئ اللي احنا اتربينا عليها. فبتلاقي كده حاجات غريبة. انا لما باجي احضر الحلقة بقعد كده عشان اطلع الحلقة اللي جاية، بقعد اشوف الناس وجهة نظرها ايه، فبلاقي كمية معارضين، وكمية ناس اللي هو ايه اللي انت جاية من عالم تاني. بس الحقيقة بلاقي برضو النص التاني انه في ناس بتشجع ده، وناس مفتقدة الجو ده قوي، وانا بفرح من الجزء ده، حتى لو كان جزء مش باين وجزء مش واضح، بس هو ده الأحلى وده الألطف، وده اللي تحس ان انت مرتاح، حتى ودانك وهي بتسمع مرتاحة، ودانك مش خايف، مش قلقان انه في ألفاظ مش هتتقال مش لطيفة. هو الحقيقة انه احنا بنحاول بقدر الامكان نوضح احلى صورة وابهى صورة، وهي بتبقى صورة مش خيالية، بالعكس بتبقى صورة واقعية لناس موجودة حقيقيين بتتكلم بطريقة شيك، وبطريقة محترمة، وبطريقة مختلفة. هستناكم ان شاء الله الاثنين اللي جاي في برنامجكم فلاش باك الساعة 8 كل اثنين ان شاء الله حلقة جديدة، ويا رب اكون افدتكم الحلقة دي. ميرسي جدا حسن استماعكم، شكرا.